تخيل معايا لو طلبت منك ترسم خريطة لمدينة القاهرة كاملة بكل شوارعها وحواريها بس على مساحة قد مساحة ضفر صباعك، ومستني منك ان الخريطة دي تكون شغالة وبتتحرك فيها الكهرباء بدقة متناهية. ده مش لغز، ده اللي بيحصل فعلا في صناعة الترانزستور. احنا النهاردة بنصنع ترانزستور بحجم 3 نانومتر، وعشان تتخيل الرقم ده فذرة السيليكون الواحدة حجمها 2 من 10 نانومتر. يعني احنا بنبني منشآت حجمها لا يتجاوز 15 ذرة سيليكون مرصوصين جنب بعض. برضه لسه مش متخيل. فاكر فيروس كورونا ده كان حجمه 100 نانومتر، يعني الترانزستور اصغر منه 30 مره تقريبا. ازاي وصلنا للدقه المرعبه دي؟ وليه السنين الاخيره التصنيع فيها بقى اسرع بكتير من البدايات؟ النهارده هنتكلم عن اعقد عمليه تصنيع في تاريخ البشريه. فازاي بنصنع الترانزستور؟ الحل كان في حاجه مش متوقعه خالص، الا وهو الضوء. الموضوع عامل بالظبط شبه ما نكون بنرسم لوحه فنيه مجهريه، بس بدل ما تستخدم سن قلم رفيع انت مجبر تستخدم فرشه دهان عريضه. الضوء اللي بنشوفه ليه طول موجي بيشتغل شبه ريشه الرسم. لو الريشه اعرض من الخط اللي انت عايز ترسمه التفاصيل هتسيح في بعضها وهتطلع مشوشه، ودي كانت اكبر عقبه فيزيائيه واجهتنا، ان الضوء العادي تخين بزياده عن التفاصيل اللي بنحلم نرسمها. عشان كده ابتكرنا تكنولوجيا اسمها اكستريم الترا فايولوت لايتوجرافي. الفكره ببساطه بناخد نقطه معدن وبنضربها مرتين بليزر في جزء من المليون من الثانيه. النقطه دي بتتحول لغاز ملتهب بيطلع ضوء طول الموجي 13.5 نانومتر. بعد كده الضوء ده بيعدي على مرايات دقتها خياليه. عشان تتخيل لو كبرنا المرايه دي لحجم دوله شبه المانيا، اكبر نتوء فيها مش هيزيد عن 1 ملم عشان نوجهه بالظبط على شريحه السيليكون. وده كله بيحصل في غرف تعقيم نظافتها اقوى ب1000 مره من غرف العمليات. ليه؟ لان حبه تراب واحده من اللي مش بيتشافوا بالعين بالنسبه للترانزستور اكنها صخره بالظبط. والعمليه دي مش بتتعمل مره واحده، احنا بنعمل 50 ل 100 طبقه فوق بعض، كل طبقه بخطوه طباعه منفصله، بالظبط كانك بترسم لوحه فنيه وكل مره بتحط لون محتاج دقه لحد الذره. هنا يجي السؤال الاهم، لو التكنولوجيا دي بالتعقيد ده ليه زمان كنا بنمشي زي السلحفاه ودلوقتي القفزات بقت مرعبه؟ ليه اللي كان بيتعمل في 10 سنين دلوقتي بقى بيتعمل في سنه؟ الاجابه في 3 محركات اساسيه خلتنا نكسر حاجز الزمن. زمان كان المهندس بيقعد يرسم الدوائر يدويا. تخيل 50 مليار ترانزستور لو قعدنا نرسمهم بايدينا محتاجين 1000 سنه تقريبا. السر الحقيقي ان احنا كسرنا الدايره. احنا دلوقتي بنستخدم برامج EDA مدعومه بالذكاء الاصطناعي. البرامج دي بتعمل حاجه اعجازيه، هي اللي بتجرب ملايين الاحتمالات عشان توزع الترانزستورز في اماكنها بحيث تقلل الحراره وتزود السرعه. يعني احنا باختصار عملنا لوب ملهاش نهايه. بنستخدم اقوى بروسيسور صنعناه النهارده عشان يشغل برامج الذكاء الاصطناعي تصمم لنا بروسيسور بكره الاقوى منه. يعني خلينا التكنولوجيا هي اللي تطور نفسها. زمان كنا بنتعامل مع السيليكون كانه ماده خام بننحت فيها، دلوقتي احنا بقينا بنلعب بالذرات. ما بقيناش نكتفي بتصغير الحجم، احنا بنغير الهويه. دخلنا مواد شبه الكوبالت عشان نتحكم في حركه الالكترونات اللي بدات تهرب مننا، والاهم ان احنا غيرنا الهندسه من دور واحد لعمارات. وتقدر تقول كمان ان احنا بقينا بنبني كباري معلقه. التغيير الجذري في المواد ده خلى القفزات في الاداء تبان كانها سحر، بس في الحقيقه هي كيمياء دقيقه جدا. السبب الاخير هو الضغط الاقتصادي. زمان كان في شركات كتير بتجرب، لكن دلوقتي اللعب بقى للكبار فقط. عشان تبني مصنع واحد انت محتاج ميزانيه دول، يعني ما يقارب 20 مليار دولار، والماكينه الواحده ثمنها يعدي 150 مليون دولار. الشركات دلوقتي في سباق حياه او موت. لو شركة اتأخرت في تطوير الجيل الجديد 6 شهور بس، المنافس بياكل السوق كله وبتخسر مليارات. الخوف من الخروج من اللعبة هو اللي بيخلي العلماء ما يناموش وبيخلي التطور يمشي بسرعة انتحارية. بس في مشكلة، احنا بنقترب من نهاية الطريق. لما بنوصل لأحجام صغيرة جدا قريبة من أحجام الذرات بتحصل ظاهرة فيزيائية غريبة جدا اسمها الكوانتم تانلينج. الإلكترونات بتبدأ تخترق الحواجز وتعدي من أماكن المفروض ما تعديش منها حتى لو الترانزستور مقفول. عشان كده المستقبل مش هيكون في التصغير المستمر، أكيد هنلجأ لحلول تانية. كل مرة بتفتح فيها تطبيق او بتشغل لعبة او حتى بتشوف الفيديو ده، افتكر ان ورا الشاشة دي مليارات من المفاتيح الصغيرة جدا اللي بتتحرك بدقة الذرة. احنا فعلا عايشين في عصر المعجزة الهندسية. لو الموضوع عجبك وحابب نكمل في فك شفرات التكنولوجيا مع بعض، اشترك في القناة وفعل الجرس. وهل يا ترى احنا هنقدر نكسر حاجز ال1 نانومتر؟ انا احمد سامي من قناة ابستراكشن، اشوفكم الحلقة الجاية.